صباح الخير. النهارده احنا في فلوج جديد في بلد جديده. النهارده احنا في كوالالمبور عاصمه ماليزيا. عندنا يومين هنا لان انا زي ما انتم عارفين او قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت ان انا نقلت لبالي، بس الفكره ان الفيزا بتخلص بعد شهر او شهرين، فبضطر ان انا اجددها، فكان لازم اطلع وارجع تاني. والفكره كمان ان انا اكتشفت ان في فيزا في بالي لمده سنه، هي تقريبا اسمها دي 12 او دي 12، بتطلعها ب $400 بس، فدي بتوفر عليا ان انا افضل اطلع وارجع كل شهرين. بس طلعتها وكان لازم ان انا اطلع بس يومين ثلاثه وارجع تاني. حاليا الشارع اللي انا قاعد فيه او اللي انا فيه حاليا ده اسمه شارع بوكيت بنتانج. اللي جه ماليزيا قبل كده هيبقى عارفه، واللي ما جاش هيبقى لازم يزور الشارع ده. هو حرفيا بيسموه شارع العرب في كوالالمبور، لان هو مليان محلات عربيه ومليان كمان محلات هنديه. هو شارع زحمه، تحس شويه ان هو شعبي. بالنسبه لي ما بفضلش لو انت قاعد في ماليزيا او جاي فتره طويله اخرك تزوره يوم او يومين، لكن ما تقعدش هنا، ان هو عباره عن شارع شعبي واسواق ومحلات اكل كلها عربيه وهنديه. في مولات هنا قريبه منه زي مول بافيليون، واحد من اكبر المولات اللي موجوده في كوالالمبور، وغير اللي هو بتاع التو تاورز اللي هو مش فاكر اسمه، بتروفا تقريبا. فالشارع لذيذ، هوريكم المنظر هنا عامل ازاي، ناخد جوله فيه. هتلاقيه كله مثلا النوعيه اللي هي محلات مساج وسبا، وناس قاعده تقول لك تعالى اعمل مساج، اوتيلات، مطاعم، وفي نفس الوقت عندك مولات كبيره هناك زي بافيليون للشوبينج. هو لذيذ للشوبينج، و لو انت عايز تاكل او وحشك الاكل العربي فهو لذيذ، لكن زحمه، وفي نفس الوقت تحس ان هو شويه سكامرز او كله بتوع مساج بتوع الكترونيات هنود، فمش الطف حاجه. تقريبا المحل ده بيعمل حاجه اسمها بيف روتي، تقريبا شبه الحواوشي عندنا في مصر. بص هنا بيبقى عيش وجواه لحمه وبصل، فشويه شويه شبه الحواوشي عندنا في مصر، بس هنا بالصيني بيسموه بيف روتي. تقريبا ده مطعم صيني، بس هنا في ماليزيا احسن حاجه ان معظم الاكل كله حلال تقريبا. هنا طول ما انت ماشي تلاقي محلات عربيه على في كل مكان، يعني اللي ورايا ده جنبي محل عربي اهو بيبيع شاورما. الشارع ده مليان تقريبا كلها محلات عربيه، في مولات كتير. دلوقتي انا لسه صاحي، الساعه تقريبا عندي الساعه 10 الصبح او 10 ونص الصبح، فالفكره ان انا جعان، ما اكلتش من امبارح ايام بالليل، فيلا بينا نروح نفطر. نشوف هنفطر هنا ايه. بفكر افطر اكل عربي الصراحه، عشان وحشني بقى لي بتاع شهر مثلا ما اكلتش اكل عربي. من اكتر الحاجات اللي بحبها هنا في كوالالمبور ان هم منظمين. يعني مثلا دلوقتي احنا مستنيين دورنا في الاشاره، لازم النور ده ينور بحيث ان احنا نقدر نعدي من هنا. يعني في اماكن لعبور المشاة، مش يعني ما ينفعش ان انت تعدي من اي مكان، لازم تعدي من مكان مخصص بس للعبور. دلوقتي نقدر نعدي. تعالوا نعرف لو هنفطر شاورما نشوف السعر بتاعها كام. هنا مثلا حته صغيره زي ديت، انا مثلا من هنا لهنا، من هنا لهنا، وما ينفعش اعدي، لازم استنى ان الاشاره تبقى خضراء. تعالوا نجرب محل زين الشام. ازيك؟
له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير. كده طلبنا سندوتش شاورما. الشاورما هنا مش رخيصه، السندوتش تقريبا عامل في حدود 4 دولار، يعني تقريبا بالمصري 200 جنيه، فتعتبر اغلى كتير قوي من مصر. سعره بالنسبه للبلاد العربيه اغلى برضو شويه، لان سعر السندوتش تقريبا 18 ماليزيان رينجت، والدولار هنا ب 4 ماليزيان رينجت، تقريبا عامل 4 دولار وحبه. انت عربي؟ من وين؟ سوري. انت صاحب المحل هنا؟ لا مش شغال. بس المحل هنا اصحابه عرب صح؟ بس ممكن بدأ تصوير. بدأ تصوير ليه؟ جبنا واحد شاورما. ده شكل السندوتش اهو، كبير ما يعتبرش صغير. وهنا بيجيبوا تقريبا معلوش، هنا ما يعرفوش الطحينه لسه، فما بيحطش عليه طحينه، بيحط عليه توميه، فطبعا بيبقى غريب شويه. بيجي معاه زي كمان علبه توم. دلوقتي هننطلق على مكان تاني. هنا التحرك عن طريق ابلكيشن اسمه جراب، زي اوبر كده، بنطلب عربيه، وده بيعتبر ارخص ابلكيشن هنا. فيه كمان ان درايف، والاثنين تقريبا سعرهم مقارب جدا، فطلبنا جراب. هناخد عربيه ونطير. ايوه هلو I'm good. Go to Royal Royal Shuala in Kuala Lumpur, the hotel. You go now the Royal Tolan, Plaza Tolan. Yes, exactly. وصلنا دلوقتي على اوتيل اسمه رويال شوالا. ده هنا او الجروب المصري اللي كان معايا او اصحابي المصريين قاعدين هنا. هروح واقابلهم لان هم قاعدين هنا برضه يومين 3 في كوالالمبور. فده الفندق اسمه رويال شوالا، واحد من احسن الفنادق اللي موجوده هنا في كوالالمبور. يلا بينا نخش نتفرج ونشوف شكله عامل ازاي من جوه. Hello. Hi. Welcome. How are you? Alhamdulillah. Alhamdulillah. My friends stay here, like the Egyptian group. They left. No, they not left. They here. not left yet. Yeah, they still here. They leave tomorrow. No, they are going for tour, I think. Today no tour. Today free day today. Yesterday they go to Ginting Island. Alhamdulillah. الاوتيل شكله لطيف عامه من جوه، حلو يعني. الاوتيل شكله لذيذ من جوه. يعني كل يوم لازم كل يوم اصور فيديو. ليه بقى؟ عشان اعرف اتكلم قدام الكاميرا احسن، عشان ابطل. انا حاسس ان انا فورمال بزياده، ودي مش شخصيتي. فكل ما اتكلم، كل ما اقعد اصور فيديو اكتر، كل ما اصور فيديوهات اكتر، كل ما الموضوع هيبقى ألذ بكتير. فمن النهارده هنفضل ماسكين الكاميرا على طول 24 ساعة. Can I have the Wi-Fi? Wi-Fi is free, sir, no password. Are you sure? Yes, I'm very sure, because I'm still using it. You want me to help you? Wi-Fi at the Royal Shulan. Yes. You come to my vlog, okay? I didn't notice. Okay, so now it work. Yes. Yes. بحيث ان انا اصور فيديو تقريبا لليوتيوب كل يوم. بس الفكره ان انا هنا صعب قوي ان انت تواظب على فيديو كل يوم، لان انت بيبقى موضوع صعب ان انت تصور الصبح وبعد كده ترجع تمنتج.
الموضوع بيبقى فيه شويه بيرنينج اوت، بحيث كمان الافكار بتاعتك بتبدا تخلص. بس مشكلتي بقى ان انا ما ببطل ما اصورش فيديو كل يوم ببدا اريح. يعني ما اصور فيديو كل يوم بحس ان انا انتاجيتي بتزيد، لكن لما ابدا ان انا افكس بقى ايام بحس ان انا الانتاجيه عندي بتبدا تقل. فعشان كده يعني الناس قالت لي صور فيديوهين في الاسبوع ده الافضل، وان انت تركز في الفيديو بحيث ان انت تصور اماكن كتير وكده. فحاول ان انا يبقى عندي يومين تصوير، او انزل فيديو كل يومين مثلا، اللي هو يومين تصوير ويوم مونتاج. او بس برضو ده حاسس ان هو يبقى مش عارف هل المونتاج محتاج كل الوقت ده، بالذات ان انا بنزل فلوجات مش اكتر. مش عايز اعقد الدنيا على نفسي، فبركز اكتر ان انا انزل فلوجات وفيديوهات تكون المونتاج بتاعها سهل، بالذات لغايه ما اليوتيوب يكبر. فمش عارف، احنا راجعين بالي بكره، فحاول على قد ما اقدر ان انا على الاقل يبقى في 3 فيديوهات كل اسبوع، بحيث ان القناه تبدا الريش بتاعها يعلى، والقناه تبدا توصل لعدد اكبر من الناس. اللي بيتفرج دلوقتي او مش عامل الاشتراك يا ريت يشترك، لان انا لسه عايز اوصل ل 10000. حاليا احنا 5000 والقناه بقى لها حبه، فبرضه لان انا غير مواظب، فعشان كده النمو بتاع القناه بيقل او مش بالزياده اللي انا حاببها يعني. فخلينا نزق القناه زقه، اللي بيتفرج يشترك في القناه ويعمل سبسكرايب، وكمان يا ريت يروح يتابعني على انستجرام، يروح يتابعني على تيك توك، بحيث ان هو ده محتوى مختلف تماما. او بنزل ستوريات يوميه يعني في اثناء التصوير، بيبقى فيها يعني محتوى كونتنت ألذ واقصر. ادور على كورونا ايه؟ مفيش هنا في الاوتيل بيبقى فيه ساعات في بس مقفول. انت رحتي معاهم باتو كيفز؟ اللي هو السلم الملون ايوه. دي كانت اقذر حاجه. ليه طيب؟ كلهم هنا. يا ماما مفيش ايه. Tomorrow, yeah. الدنيا هنا زحمه جدا زي ما انتم شايفين كده، لان الشارع زي هو يعتبر زي محطه رئيسيه للمترو. زي ما احنا شايفين حوالينا ناس من كل مكان، قدامنا ومحلات عربيه وبتاع. ده سيفورا، ده محل لبناني معظم اللي شغالين فيه مصريين تقريبا وعرب. المهم دلوقتي هنطلع على دي جي اي، ده يعتبر التوكيل او اشهر محل بيبيع درونز هنا في العالم. فانا مفكر اشتري درون بان انا قاعد في بالي لمده سنه، وهنطلع نبص على الاسعار كده بتاعتها كام، ونشوف هل هتكون في يعني هي تقريبا الدرون الواحده بتبقى عامله $1000. فخلينا نبص كده لو في حاجات ارخص، وفي نفس الوقت هل هنقدر نشوف الانواع اللي موجوده او اخر حاجه كانت معايا كانت دي جي اي ميني 4. اظن ننزل حاجه بعديها، فخلينا نبص عليهم. يلا بينا.
طيب يا جماعه دلوقتي هنجرب الدي جي اي ميني 4. سعرها تقريبا البرو او الكومبو عامل تقريبا $1100 او حاجه، وهنطيرها دلوقتي نشوف. دي دي جي اي ميني 4 برو رايت؟ This is the pro one. Yes, right. وبيجي معاها كنترولر لو انت هتاخدها كومبو برو. بيجي معاه 3 بطاريات، وبيجي كمان اللي هو الكنترولر اللي هو الحديث اجدد حاجه، اللي هو بيبقى فيه ديسبلاي زي ده كده. وبلس كمان الدرون اهي، دي الميني الصغيره. المفروض ان انت دي برو، ومعاه بيجي معاه 3 بطاريات وشنطه كمان. يلا Okay, try to hit something. We see. Check the sensor. Okay, go into the wall. Oh, sure. Let's see if it will stop or no. Sure, can. If you trust it. دلوقتي بقول لها تخش تجربها، بتقولي فيها سنسور ان هي ما تخبطش، فلو جيت مثلا now it stop. There's an indication, red color here. But So it's stopped by itself, right? Yeah, I already go far, but it won't go. هي بتحاول تخليها تروح زياده، بس هي خلاص ما دام في السنسور دوت، فهي مش راضيه تتحرك اكتر من كده. يعني فيها سنسور بتحس لو هتخبط او كده بتقوم واقفه على طول. You can land it safely. Not on my back. Here also, no, I'm just Yeah. table. Yes. Bring the camera on me. I want to see like how the camera quality looks. Oh, sure, no problem. Here, how to adjust it? Yes, I know. I'm gonna try. Can I fly it? You want me to record you? Yeah, please. Sure. It's recorded already, right? Here, there is something there. Yeah? How to do vertical? Oh, here, you can just click here. Here. Oh, yes. Can you do it? No? Wait, hold on. Here also can. No, it is. And for bringing down just this. Yeah, just بما اننا كنا هنجيب الدرون، انا قررت ان قبل ما اجيب الدرون الاول ابص على في مول تاني هنا بيبقى مول اكتر للالكترونيات. زي ما انتم شايفين كده كل اللي ورايا دي محلات الكترونيات، كل الماركات. المول هنا فيه كل الماركات اللي انت تتخيلها، واسعاره ممكن اقل شويه. فانا كنت بفكر اشتري درون ولا اشتري لينس للكاميرا بتاعتي، وحاجه كمان مثلا اللي هي الكام ريكوردر، بما اني عندي صفحه تصوير، فبقارن بين ده وبين ده. فخلينا نبص هنا الاسعار عامله كام. الاول تعال نروح سوني ونشوف الدنيا هنا، اسعار العدسات هنا عامله ازاي. مكان هنا بيبيع كل حاجه تقريبا، من اول العدسات، اي حاجه الكترونيات، عدسات كاميرا، لابتوبات، موبايلات، في مستعمل كمان. عشان كده المول هنا ده مول بحاله الالكترونيكس، وده ارخص تقريبا من لما تشتري من بره يعني.
حتى كمان في درونز، يعني في درونز اهي. يعني DJI ميني برو بس تقريبا نفس السعر، ما فرقتش. اظن ممكن تبقى ارخص مثلا 200 300 رينجت. For a lens, wide lens for Sony with low f, like f1.8 or 2.8. Camera is Sony Alpha 7C. how much? Sony Alpha 7C. Oh, 7.3. So you C, can go. not 3. C. You can go for 16.25. This is the latest one. But it's very expensive. I want something more. No, cheap. because you're using the full frame. This is full frame lens. This one is APS-C, different. Yeah, all this is used, but no Sony. Oh. No Sony. 85. It can be Sigma or something. It doesn't need to be Sony. So I understand that. Yeah, Second hand, we don't have to order. We don't have to order. The stock is coming in from the Yeah, I mean you have Tamron. Tamron is good. You have Tamron as example, like wide Everything lens. I have here at the moment. This can be good for full frame. I'm not sure which one because but at the moment. The F is only 1.4. كل الحاجات دي، كل دي شاك ناس هنا بتصلح، بتبيع موبايلات وكمان بتبيع حاجات مستعملة. Yeah, say hello. What you do? What you do? We selling, repair, phone, new phone, trade-in, Like you repair new phones and you new sell. phone, used phone, Android, Samsung, Oppo, Vivo, all do. Okay, and you buy the used ones. Used one also have, You also buy and sell. Buy sell, and sell. also sell. Thank you. Where are you from? Pakistan. And you? Pakistan. Assalamu alaikum. Walaikum Egypt. salam. Egypt. MashaAllah. Brothers. الناس اللي بيحبوا الانمي الانمي كاركترز، بصوا محل بحاله متخصص في كل ان هو بيبيع السوبر هيروز. هو بيبيع كل المحل ده انا مكتشفه متاخر مثلا 30 سنه. لو شفته وانا صغير ما كنتش هطلع من هناك. طب يا جماعه انا اتجننت، محدش يعمل زيي طبعا. اشتريت DJI ميني 4 دي رقم 1. اشتريت الكاميرا اللي هي الريترو، واشتريت العدسه زي ما قلت لكم. انا على اخر لحظه قررت ان اجيب ال DJI ميني 4 لسبب ان هي بقدر ابيعها بسهوله في بالي، يعني وانا في بالي مثلا او قبل ما ارجع مصر دايما كنت ابيعها ما بخسرش فيها مثلا غير $50 ولا حاجه. فعشان كده قلت ان هي مش هتخسر، ممكن اجيبها اصور بيها واخليها معايا وبعد كده ابيعها وانا نازل. دي الحاجه الوحيده ان الريسيل بتاعها سهل جدا، بتتباع في خلال يوم بالكتير، بحطها على النت وبلاقيها اتباعت على طول. يا جماعه دلوقتي هنروح ناكل اكل هندي. هنا الاكل الهندي خطير الصراحه، عشان هنا في جاليه كبيره للهنود، بيعملوا التشيكن تندوري والحاجات دي عالميه عندهم. طب يا جماعه طلبت حاليا ده اسمه تشيكن تندوري، اشهر حاجه في الهند ده تشيكن تندوري، وطلبت برياني رايس. التشيكن تندوري شكله وهمي عامه، ومعاهم ده مانجو لاسي، ده عباره عن زبادي بالمانجا تقريبا، شبه الزبادي بالمانجا، يعني شبه الزبادي. الاكل الهندي لما بتاكله في حته كويسه بجد عالمي، تحس ان هو يعني من المطابخ اللي اكلهم بجد حلو ويستخدموا بهارات كتير، فعشان كده من احلى المطابخ اللي موجوده في العالم الاكل الهندي، بس انت تاكله في مكان بيعرف يعمله يعني. طيب كده وصلنا لاخر الفلوج. قبل ما نقفل دلوقتي هجرب لكم الدرون. حاليا رجعت على بالي، هجرب الدرون ونطيرها في المكان اللي انا قاعد فيه او فوق المكان اللي انا قاعد فيه، ونشوف المنظر هيبقى عامل ازاي. يلا بينا تعالوا نجرب الدرون نشوف هتشتغل واخرنا هتروح فين، ونشوف المنظر اللي حوالينا هنا من فوق شكله عامل ازاي، لان انا متوقع ان المنظر حوالينا هيبقى مختلف تماما عن من تحت.
عمر خد صور استنى احنا نشغل الدرون. دي المفروض ان هي دي جي اي، انت شايفنا انا صورنا. دي المفروض ان هي دي جي اي ميني 4 بيجي معاها الار سي كنترولر، بس ده المفروض كان زمان بيستخدموا الكنترولر اللي هو بتركب فيه الموبايل. من اول دي جي اي ميني 3 عملوا اللي هو الار سي كنترولر ده، المفروض ان هو سمارت بحيث ان انت مش محتاج تستخدم موبايل، بيبقى عندك الشاشه هنا مبينه لك الفيو والدنيا كلها، وبتبقى كونكتد كمان للدرون. فيلا بينا. دي المفروض دي جي اي ميني 4 برو، المفروض ان هي فيها سنسور بحيث ان انت لو جاي هتخبط في حاجه المفروض ان هي بتقف لوحدها. بسم الله. ساعات بتعلق بتقوم شابكه في الاسلاك دي. ابعدها يا وائل. صورنا انا خليك. ايه ما انا هبعدها اول ما تطلع. بس ضياء مثلا ولا واحد صاحبي قبل كده في تايلاند لبست في الاسلاك دي بتاعت التليفون وراحت. حلوه العدسه جدا، جايبه حتى البنات، جايبه الكورنر كله. ما فيهاش لاندنج جير وائل؟ مش ليها ستاند كده؟ تعالى بقى اتفرج معايا بس. افصل هنا؟ لا خليه يكمل بقى. بص المنظر حواليه عامل ازاي بقى. اطلع هي كده اصلا بتسجلش تقريبا، لازم ندوس ريكورد هنا اهو. كده بتريكورد صح؟ وائل في كايت ها؟ واخد بالي اطلع فوق خالص. بص المنظر الفيو عالمي. يو سكسي. المنظر خطير. نار.